ومرحبا بك. أهلا وسهلا. في البداية تضاربت المعلومات عن إما كان المستهدفون من هذا الهجوم هذا الحادث كانوا مصلين أم كانوا بعد المارة أم كانوا يتناولون طعام السحور، وما هذه المنطقة تحديدا؟ هناك إشارة إلى أن بها دار للرعاية الإسلامية، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ يعني بداية هذا الهجوم أو هذا الحادث استهدف يعني عدد من أبناء الجالية المسلمة وفقا لشهود عيان كانوا متواجدين بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح والبقاء في المنطقة، حيث هناك مسجد فينسبري بارك موست من المساجد الرئيسية في هذه المنطقة التي يقطنها أيضا أعداد كبيرة من المسلمين. بعد فرغهم من أداء صلاة التراويح توجهوا لتناول وجبة السحور، لأنه يبدأ الصيام بعد حوالي نصف ساعة من الآن. قامت عربة كما ذكر أيضا شهود عيان، هي عربة بيضاء كبيرة قامت بدهس عدد من المتواجدين في المطعم أو في المكان أثناء تناول الوجبة السحور. وقع عدد من الإصابات، هناك بعض المعلومات تقول ربما هناك قتلى وراء هذا الحادث، ولكن هذه المعلومات لم تؤكدها الشرطة البريطانية حتى الآن. أيضا وفقا لمصادر إعلامية بريطانية تقول أن تم اعتقال شخص على خلفية هذا الحادث. تتضارب التصريحات وأيضا محاولات تفسير ما حدث. ربما تكون هناك تصريحات من الشرطة البريطانية تحدد الخلفية أو أسباب هذا الحادث، ولكن بما أن المستهدف هم مجموعة من المسلمين أثناء تناول وجبة السحور، هناك علامات استفهام كبيرة تتردد الآن. ربما يكون، وهذه يعني ليست مؤكدة ولكننا ننقل ما يقال، أنه ربما يكون عمل هجوم انتقامي، ربما من أحد الأشخاص الذين لديهم نزعة ربما عنصرية أو ضد المسلمين أراد أن يقوم بهذا العمل، ولكن هذا مجرد تفسيرات أو